نقاش هذا الملف ينضم إلي من باريس الأستاذ جان بيير ميلالي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك. ومن مدريد الناشط السياسي الصحراوي الطالب علي سالم، أهلا بك. ومن استوديوهاتنا في الرباط الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور عبد الفتاح نعوم، أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك دكتور عبد الفتاح. أهمية هذا الكشف برأيك بالنسبة للمغرب، خاصة وأنه يأتي في فترة هامة وفي وقت يبحث به الغرب عن بديل الغاز الروسي؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك. أنا أعتقد أنه الآن الحديث عن كشف فيما يتعلق بشركة بريطانية، لكن رسميا لا يوجد أي شيء لحد الآن من طرف الحكومة المغربية، لم يرشح لحد الآن أي تأكيد أو نفي. لكن في جميع الأحوال يمكن أن نضع المسألة في سياقاتها الكبرى والواسعة. حينما نتكلم عن الشراكة أولا المغربية البريطانية، يعني نحن على بعد أيام قليلة من قرار من القضاء الإداري البريطاني يؤكد مغربية الصحراء من بوابة تأكيده على الاتفاق التجاري المغربي البريطاني الذي يشمل أقاليمه الجنوبية، والذي حاول مرتزقة بوليزاريو أن يشوشوا عليه بمجموعة من الممارسات. أيضا الحديث يأتي في سياق يعني ليس الهم الذي سيربحه المغرب من الغاز هل هي ورقة أم ليست ورقة. المغرب موقفه واضح من هذا، وقاله في أكثر من مرة أنه التعاون في مجال الطاقة أو الطاقة هي مجال للتعاون بين الأمم وبين الشعوب، وليست ورقة للابتزاز أو للضغط على الدول لتغيير مواقفها هنا أو هناك، لأنه المغرب ببساطة حمى صحراءه وحصنها حينما كان نصف العالم كله ضده، وحينما كان الأمر يتعلق بمجابهة الاتحاد السوفيتي بكل ترسانته التي يسلح بها بوليزاريو. والآن وصل إلى مستوى أكثر من 90 دولة في الأمم المتحدة، يعني تعداد الدول في الأمم المتحدة 193 دولة، أكثر من 90 دولة تدعم الحكم الذاتي على مستوى الجمعية العامة وعلى مستوى الأمم المتحدة. وبالتالي المغرب في هذا الموضوع هو ينهج منهجية تعاون مع الأمم ومع الشعوب، ولا يعني الحديث عن الكشف المتعلق بالغاز الذي الممكن في الصحراء المغربية أو في غيرها من مناطق المغرب. هناك أيضا أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي أصبح الآن خيارا استراتيجيا لمنطقة غرب إفريقيا، وكان موضوعا للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من نيجيريا إلى المغرب حينما كان اجتماع الرباط قبل أشهر قليلة. أيضا الآن المسألة مرتبطة بتغيرات لمواقف دول أوروبية، يعني لا يمكن أن نقرأ مواقف إسبانيا وألمانيا وفرنسا وأيضا بلجيكا وهولندا وكل هذه الدول إلا في سياق الذهاب نحو موجة تعاون إقليمي، لا بخصوص الغاز فقط، وإنما أيضا بخصوص ملفات أخرى، ملف الساحل والصحراء الذي منذ العام 2013 جميع قرارات مجلس الأمن تربط الحل أو حل مشكلة الساحل والصحراء بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. طيب، وسنتوسع في هذا بعد قليل. كل الأوهام والأحلام التي ما زال يحلمها المرتزق. ابقى معي لو سمحت. الطالب بهذا الكشف يمكن أن يغير قواعد اللعبة، كيف ينظر الصحراويون إلى هذا الإعلان؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هذا الإعلان هو دليل واضح على أنه المغرب نوع من التطفش، يعني هذا تطفش السياسة المغربية، لأنها حاولت التطبيع وحاولت بسياسة التطبيع مع إسرائيل وعبر الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك حاولت بسياسة الابتزاز عبر الهجرة وعبر التجسس وعبر الرشوة مع الاتحاد الأوروبي، وفشلت في كل هذه المحاولات. واليوم تحاول المغرب بهذه الدعايات الكاذبة يعني لعبة ورقة الاقتصاد، وتحاول يعني تعرف أن أوروبا الآن تحتاج إلى الغاز وتحتاج إلى البترول بعد الحرب في أوكرانيا، وتحاول المغرب أن تلعب الدور بهذه الأخبار الكاذبة. وهذا دليل واضح على تطفش السياسة وفشل خصوصا السياسة والدبلوماسية المغربية في برهنة أو محاولة شرعنة احتلالها للصحراء الغربية. فلقد رأينا كيف حاول المغرب مطبعا وبعد ذلك حاول بالابتزاز بالهجرة على إسبانيا، باعثا آلاف من المهاجرين إلى إسبانيا للضغط على إسبانيا لدعم ما يسمى بأطروحة الحكم الذاتي، واليوم يلعب هذه الورقة، وهذا ليس شيئا جديدا. فلقد رأيناه منذ أشهر قليلة أعلن المغرب عن اتفاقية مع نيجيريا عن أنبوب غاز سيصل إلى المغرب، وأن المغرب راح يكون يعني المصدر الأول للغاز النيجيري إلى أوروبا. وهذا طبعا تم يعني تكذيبه أو تم نفيه بطريقة واضحة من طرف وزير الغاز أو وزير الطاقة النيجيري. فكل هذه دعاية يستعملها نظام المخزن المغربي. السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو أنه المغرب، وهذا طبعا تقرير حسب تقرير البنك الدولي في هذه السنة، في سنة
سنة 2022 اعتبر المغرب من أكثر الدول الإفريقية التي تتبعها ديون من طرف البنك الدولي، وهي تعتبر الدولة الخامسة إفريقيا التي تتبعها الديون. والأزمة الاقتصادية اليوم المغربية تظهر في كل الشوارع المغربية، فلقد رأينا كيف يعني تتكرر هذه التظاهرات الشعبية، وهناك يعني نحن على أبواب انفجار اجتماعي في المملكة المغربية، وهذا دليل واضح على الفشل المغربي في تسيير سياسته الخارجية وفي تسيير سياسته الداخلية والاقتصادية. فهذا ليس إلا دعاية مغربية كما رأينا وصلت الفكرة نتيجة للفشل بفشل برهنة احتلاله على الصحراء الغربية. طيب أستاذ جان بيير، مؤخرا فرنسا تحاول طي الصفحات الخلافية بينها وبين المغرب، يعني خطوات هامة عبر خطوات هامة بدأت بالتأشيرات، إعادة التأشيرات للمغاربة، وبالأمس تم الإعلان عن وصول السفيرة الفرنسية الجديد إلى الرباط. هل هذا الكشف سيسرع من تحسين العلاقات، لا سيما وأن الدول الأوروبية بحاجة كبيرة إلى الغاز المغربي؟ مساء الخير للجميع. طبعا الاعتبارات الاقتصادية واردة في أذهان الرؤساء الأوروبيين كما قيل فيما سبق، وخاصة الفرنسيين. فهذه القرارات أحيانا تناقض قرارات سابقة، مثل في ملف تأشيرات الدخول المغاربة إلى فرنسا، ولكن تأخذها الحكومة الفرنسية تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى الرباط في بداية السنة المقبلة. لا نعرف تماما ما هو التاريخ، ولكن لابد أن نذكر بعض الأشياء. أولا، هذا الكشف هو خبر مريح للمغرب بذاته، إذ كان يستورد أكثر من 90% من غازه عن إسبانيا. ثانيا، هناك مهلة سنتين قبل استعمال هذا البئر أو هذه الحقول بالمشاركة مع شركة إنجليزية تشاريوت، وهي حقول موجودة على بعد مدينة العرائش، يعني قريبا من الخط الأنبوب الذي أغلقه الجزائر عقابا على تصريحات وزير مغربي بخصوص القبائل في الجزائر. يعني ذلك يعني أن هذا الخبر هو تعويض للمغرب في منافسته الشرسة مع الجزائر. نعم دكتور عبد الفتاح، بدأت بالحديث عن الموقف المغربي من ورقة الطاقة والغاز، ولكن إلى أي مدى يمكن للرباط أن تستغل هذه الورقة الهامة التي تمتلكها في هذه المرحلة من أجل المناورة على القضية الأهم بالنسبة له، وهي قضية الصحراء؟ لا، هو المغرب في الموضوع الاقتصادي بشكل عام لا يتعامل لا بمنطق الابتزاز ولا بمنطق استعمال أوراق ولا بمنطق ضغط ولا ما إلى ذلك. المغرب دائما كل المسائل الاقتصادية ينظر إليها بمنطق تعاون، يقوي شراكاته مع كل الأطراف، مع كل يعني شرق الأرض وغربها، مع كل الدول على مستوى القارة الإفريقية. التقارير كلها من يتابع يعرف الحضور الاقتصادي المالي والصناعي الذي بات للمغرب على مستوى القارة الإفريقية، بل أنه حتى المصداقية عليه باعتباره الشريك الموثوق الآن للقارة الأوروبية بأكملها، ليس في ملفات الطاقة والاقتصاد والغاز وما إلى ذلك، وإنما حتى في ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الأمني، باعتبار أنه المسألة الأمنية هي التي ترتبط بالبيئة التي من خلالها يمكن للشراكات الاقتصادية أن تنجح. وبالتالي ولكن دكتور عبد الفتاح نتحدث هنا ويذهب بعيدا في هذه المسألة. ولكن دكتور عبد الفتاح، يعني هذه فترة هامة جدا بالنسبة للمغرب، يعني هذا الكشف توقيته هام، يعني يأتي في وقت لازال هناك غموض بشأن موقف فرنسا من قضية الصحراء، على الرغم من طي الخلافات في هذه المرحلة. قبل أيام كان هناك رفض من قبل إسبانيا للتنازل للمغرب بشأن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء. يعني هذه الورقة يمكن أن تكون رجاء. نعم. لا
تفضل. لا رجاء هو الأمر فيما يتعلق بفرنسا، فرنسا موقفها من مغربية الصحراء محسوم، وهي تدعم قرارات مجلس الأمن على مستوى يعني كل سنة منذ العام 2007 تدعم الحكم الذاتي وتدعم القرارات مجلس الأمن، وهذا واضح جدا. الخلاف بين المغرب وبين فرنسا كان على أشياء أخرى تتعلق بالنفوذ وبصعود المغرب الذي لم ترضى عنه بعض النخب الاقتصادية والسياسية في فرنسا. ما قيل عن إسبانيا كله مجرد كلام فارغ ومجرد دعايات مكذوبة. في الحقيقة من يقول هذا الكلام فليراجع فقط الموقع الرسمي لإنير، الشركة الإسبانية المتعلقة بإدارة الأجواء. هل تتكلم عن أنها تدير أي مكان غير إسبانيا؟ تتكلم عن إدارتها لأجواء إسبانيا فقط. أيضا فليطلع على كل البروتوكولات وعلى اتفاقيات شيكاغو منذ العام 47 لمنظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة. ما تقول يا أخي أنت يعني أنا تتعلم الاستماع، يعني هل أنا أقاطعك؟ يعني تربى قليلا وتعلم الاستماع. في يوم من على أنه وزير النقل الإسباني تعلم في يوم من الأيام أن تستمع. يا أخي أنت تعلم الاستماع، يعني أنت عيب والله عيب على البشر. يعني تعلم الاستماع. دكتور عبد الفتاح لا أقاطعك، يعني استمع إلي كما أستمع إليك. نعم تفضل أكمل لو سمحت. مؤسسة إنير التي هي المؤسسة المرتبطة بإدارة الأجواء في إسبانيا في موقعها الرسمي تتكلم على أنها مؤسسة تدير الأجواء في إسبانيا، لا يوجد أي شيء آخر من هذا الكلام. أيضا السيادة الجوية، مفهوم السيادة الجوية كما تحدده منظمة الطيران المدني منذ اتفاقية شيكاغو في العام 1947 وهي منظمة أممية إلى الآن جميع بروتوكولاتها إلى العام 2017 و2019، السيادة الجوية من يدير الأرض، من يتواجد على الأرض عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا هو من يدير الجو. هذه يعني مسائل ثابتة ووثائق ونصوص. كل ما يقولونه هو ادعاءات لحزب الشعب الإسباني وجريدته الناطقة باسمه وبلسانه روجتها يعني وسائل إعلام جزائرية، وبعد ذلك بدأت تتقاذف الأمواج. هذا كله كلام للدعاية ولصرف الأنظار عن الحقيقي هو أن المغرب يتقدم فيما يتعلق بالانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة. أنا أقول أكثر من 90 دولة الآن على مستوى المجموعة الأممية تدعم الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. المشكل عند الإخوة الآخرين يعني في الجزائر وأيضا مرتزقتهم، وأنهم يسارعون لكي يخفوا مأزقهم الحقيقي. لديهم مشكل وتشظي على مستوى مؤتمرهم، بدأوا ينهشون بعضهم البعض، طردوا يعني من كان يمثلهم في بروكسل. أيضا هناك مجموعة من الدعايات الكاذبة التي يسوقونها وأوهام وصلت الفكرة دكتور عبد الفتاح، كونهم يعني يربحون اقتصاديا ويربحون سياسيا. من يبتز بملف الغاز؟ الجزائر هي التي تبتز بملف الغاز. يعني وصلت الفكرة. موضوع الهجرة، مشكلة ميليا، السبب وراء مشكلة مما أقولها للأخ الذي يعني يتكلم من مدريد، يعني هذا الأخ يعني لو سمحت يبحث عن لجوء معين بطريقة معينة. المشكل في الجزائر هي التي قامت أو هي المسؤولة عن حادثة مليليا، جيشت المجرمين وجيشت قطاع طرق. نعم دكتور عبد الفتاح. يعني هذا إسبانيا تدين الجزائر. طيب وصلت الفكرة، ابقى معي. الطالب استمعت لما طرحه دكتور عبد الفتاح، ولكن هل تخشون من تغيير الدول الأوروبية من سياستها تجاه قضية الصحراء بسبب حاجتها للغاز المغربي في هذه المرحلة؟ إجابة على سؤالك وبعدين أعقب بطريقة سريعة على ما قاله ضيفكم من الرباط. يعني قضية الصحراء الغربية كما أقول دائما لا زالت مطروحة عند الأمم المتحدة، وكل ما تقوله يعني قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي هو أنها الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا في انتظار تصفية الاستعمار. هذه النقطة الأولى جوابا على سؤالك. فقضية الصحراء الغربية لا تتعلق بدعم فرنسا أو بعد دعم إسبانيا ودعم أمريكا ودعم إسرائيل ودعم بعض الدول وغير بعض الدول لما يسمى أطروحة الحكم الذاتي. قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، ولم يتم حل هذه القضية حتى يصوت شعب الصحراء الغربية في استفتاء حر تحت مراقبة أممية على استقلاله أو انضمامه على المغرب أو حكم ذاتي أو الرجوع إلى السيادة الإسبانية إلى آخره، الاستعمار الإسباني. في النقطة الثانية في تصريحات في التلفزيون الرسمي الإسباني صرح وزير النقل الإسباني خوسيه لويس آبالوس وقال بالحرف الواحد أنها إسبانيا لا زالت تدير الأجواء الصحراوية لأنها حسب الأمم المتحدة غير صحيح. أتحداك أن تأتي دكتور عبد الفتاح لا يمكن لو سمحت من فضلك لو سمحت دكتور عبد الفتاح تعتبر، وهذا الفيديو موجود ولقد يعني بعثته للقناة لأنه تصريح وعلن للوزير
للوزير النقل الإسباني يصرح على أن إسبانيا لا زالت مسؤولة عن هذا الجو، ولا توجد يعني أي منظمة أو هيئة قارية كالاتحاد الإفريقي أو دولية كالأمم المتحدة تعترف للمغرب بالسيادة على هذه الأراضي، وهذا شيء واضح ويمكن للمشاهدين مشاهدة. ما نراه اليوم هي هذه يعني أبواق هذا الغازي المغربي، وما أقول لك كصحراوي هو يعني ينحنح الغازي الغاشم بصوته العالي وبجوابه. والله أنا أتحداك إلى الآن أن تقول لي من تنتسب. دكتور عبد الفتاح، لا يمكن بهذه الطريقة لو سمحت. ينحنح الغازي الغاشم بصوته العالي وبجوابه الخالي وبالرشوة وشراء الإمام. وصلت الفكرة، لو سمحتما لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة، لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. بالمال والأموال وما عرفناه نحن الصحراويين منكم من قمع ولجوء واحتلال. لو سمحتما أريد تعقيب من أستاذ جان بيير، لو سمحتما لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. بطريقة سريعة وأختم. وما تعرفونه في أنفسكم من تطبيع وتزوير وارتماء، فبعد كل هذا التخبط والله أنتم متبعون مع لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. أستاذ جان بيير، لا الطالب ودكتور عبد الفتاح متبعون مع من يسالون. وصلت الفكرة لو سمحت. الدولة الصحراوية بدون مقاطعة بطريقة مختصرة أقول لكم اليوم. هل أنت متشيع؟ هل تشيعت أم ليس؟ لا يمكن بهذه الطريقة. وصلت الفكرة الطالب. الآن أنت تشيع. طالب وصلت الفكرة. لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة لو سمحتما. أريد أن أتجه إلى أستاذ جان بيير. أستاذ جان بيير، برأيك هل يمكن أن نرى تغيير في الموقف التقليدي لفرنسا من قضية الصحراء، وهل يمكن أن تتنازل إسبانيا للمغرب عن ما تحدثنا به عن المجال الجوي للصحراء وكل المراقبة؟ كل شيء ممكن، ولكن لا أظن أن الأوروبيين سيدخلون في هذا الأرض الخطيرة ولو بطريقة سطحية. بعض التصريحات التي لا تجعلها تذهب إلى أبعد من ذلك، ولكن مهما كانت أهمية قضية الصحراء أظن أن العلاقة مع أوروبا وخاصة فرنسا، إذ نتكلم عن العلاقات الفرنسية المغربية، العلاقة مع أوروبا ما زالت بالغة الأهمية للمملكة المغربية. لقد شاهدنا بفضل كأس العالم الوجود الكثيف للمغاربة، ليس فقط في فرنسا ولكن كذلك في بلجيكا وفي ألمانيا وفي هولندا. هذا الوجود له أهميته الاقتصادية، إذ يأتي بعائدات مهمة للمملكة، وتكون أيضا صمامة الأمن للضغط الديموغرافي. فيما يخص مثلا فرنسا هنا، لأن تكلمنا عن تأشيرات الدخول للمغاربة إلى فرنسا، هناك شبكة واسعة من المدارس الفرنسية في المغرب، وأبناء النخبة السياسية والاقتصادية يختلفون إلى هذه المدارس ثم ينتقلون إلى الجامعات الفرنسية. وفي مدرسة شهيرة مثل مدرسة بوليتكنيك في باريس هناك قسط لا بأس به من الطلاب المغاربة الذي يبارعون في هذا المجال. إذن قضية الصحراء وهي مرفوعة دائما فيما يخص العلاقات المغربية الإسبانية والمغربية الفرنسية، لها أهميتها الرمزية، ولكن ليست القضية الأولى اقتصاديا، وليست القضية الوحيدة. نعم دكتور عبد الفتاح، قبل أن تعقب إن أردت على ما طرحه الطالب، نعلم بأنه للجزائر أيضا كما ذكرنا ورقة غاز قوية جدا، وهي تستغل هذه الورقة لصالحها في القضية الصحراوية، ونعلم أن الجزائر هي مورد هام للغاز إلى دول أوروبية أبرزها إسبانيا وإيطاليا بسبب قرب المسافة وسهولة تغطية التكاليف بين الطرفين.
هي الجزائر مشكلتها أنها مفلسة، يعني هي تظن أن الغاز يمكن أن تضغط بالغاز وتحاول هذا يعني تفعله، لكنها لا تجني شيئا لأنه الغاز سوق عالمي كبير مفتوح فيه خيارات متعددة، ولذلك الجزائر في النهاية يعني لا تجني سوى العار والشر والخصومة مع الدول. أنا يعني أستغرب كيف مثلا هذا الشخص يتكلم على أنه الدول الإفريقية وما الدول الإفريقية. يا أخي أكثر من 30 دولة إفريقية فتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية. أنت الذي تتكلم عن الرشاوي وعن من يدفع ومن لا يدفع. يا أخي أنا الآن أتحداك للمرة المليون، قل لي نسبك إلى أين تنتمي في الساقية الحمراء وادي الذهب؟ من يوجدون في بوليزاريو؟ معظمهم مرتزقة جاءوا من موريتانيا ومن مالي. أنت نفسك أتحداك إن لم تكن من موريتانيا أو من أي مكان. قل لي الآن لمن تنتمي. لا لو سمحتم ترجيبيا، إذا كنت ترجيبيا، إذا كنت تنتمي إلى الرجيبات، إذا كنت شريفا رجيبيا، قل لي الآن لمن تنتمي؟ قل لي ما هو شدك، من هو إلى أي قبيلة، إلى أي فخذة تنتمي؟ لا الآن شوش على النقاش كي لا يسمع يعني الحقائق. أنت تصيبك الحقائق بالهلع. قل لي نسبك، يعني أنت لمن تنتمي في الساقية الحمراء وادي الذهب؟ يعني أنت تريد الاستفتاء، تريد أن تشارك الاستفتاء. لو سمحتم يعني أنت لا تعلم، هو لا يعلم أن الذي أفسد الخيار الاستفتاء ومشروع الاستفتاء هو بوليزاريو من خلال إفساده لآلية شيوخ تحديد الهوية. وهناك تقارير صدرت منذ العام 99 إلى العام 2003 على الأمم المتحدة تؤكد أنه من أفسد هذا المشروع هي بوليزاريو. عود يا أخي أنت إلى التاريخ. ثم مسألة أخرى، تتكلم عن خيار الحكم الذاتي أو العودة إلى إسبانيا. والله أنت لا تعرف شيئا عن هذا الملف ولا عن تاريخه ولا عن تطوره ولا عن أي شيء من هذا القبيل. فبالتالي يلا تفضل. أنا أنورك منذ العام 2007. شوف جميع قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 تخصص فقرة للحديث عن مصداقية وجدية هذه المبادرة. لا تقول كلمة واحدة عن بوليزاريو. يا أخي اسمع، لو سمحت نحترم بعضنا البعض، لا يمكن بهذه الطريقة. تريد أن تتعلم قراءة النصوص القانونية؟ هل تريد أن تتعلم قراءة النصوص القانونية؟ استمع. باقتضاب دكتور عبد الفتاح، لم يتبقى لي الكثير من الوقت. نعم باقتضاب بجملة لو سمحت. لا رجاء، لا هذه مهم، لازم أوضح هذه المسألة. طيب منذ العام 2007 جميع قرارات مجلس الأمن تتكلم عن جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، ولا تقول ولا كلمة واحدة عن الجزائر أو عن بوليزاريو. بالعكس، قرار 2602 والقرار 2654 يورطان الجزائر أكثر. لماذا رفضت الجزائر الذهاب إلى الموائد المستديرة الآن؟ لماذا يرفض بوليزاريو العملية السياسية؟ لماذا أصدرتم 700 بيان في الفيسبوك عن الحرب وما إلى الحرب وما إلى ذلك؟ دكتور عبد الفتاح لو سمحت، وصلت فاشلون، لا يمكن أن تقدموا شيئا. دكتور عبد الفتاح لو سمحت، وصلت الفكرة. تعقيب أخير من الطالب. مرتزقة، لصوص، شداد أفاق، جرائم أبي بشري البشير وسمعته السيئة الآن باتت على مستوى كل العالم مكشوف. الطالب تفضل طالب. بطريقة مختصرة، هذا هو المستوى طبعا اللي عودنا عليه نظام الاحتلال المغربي، وهذا هو يعني مستوى الكلام ومستوى الحوار. ما أريد أن أنت لديك مستوى، والله أنت دون المستوى. لا يمكن دكتور عبد الفتاح، لنحترم لو سمحت. أريد الإشارة يعلق على مستواي ولا أقول له ما مستواه، فلأعرفه مستواه. طيب أريد الإشارة إليه، ما أريد الإشارة إليه أننا اليوم عندنا الإنترنت، وكل يعني القرارات الأممية موجودة على الإنترنت، وكل القرارات أكثر من 70 قرار أممي من الأمم المتحدة تقول كلها أن يعني ضمان حق تغيير مصير الشعب الصحراوي. هذه القرارات لا تقرير المصير لا يعني الاستفتاء. أيها الولد تقرير المصير لا يعني. لو سمحتما لم يتبقى لي النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها بطريقة مختصرة هو أن أريد أن أقول لكم اليوم بكل صراحة وبكل ثقة إن نظام الاحتلال المغربي زائل والشعب الصحراوي باقي، وهذا ما علمنا التاريخ. وصلت الفكرة. الطالب علي سالم ناشط سياسي صحراوي حدثني من مدريد. شكرا جزيلا لك. من استوديوهاتنا من الرباط دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ومن باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ جان بيير ميلالي، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا المساء، أشكركم على حسن المشاهدة والى اللقاء.